بسم الله الرحمن الرحيم. فيديو النهارده يا جماعه اللي هكلمكم فيه هو عن حاجه اغلب الناس ما بتاخدش بالها منها او برضه ما عندهاش الخبره فيها، اللي هي موضوع تصفير العداد اللي هو تريب واحد وتريب اتنين. طبعا في ناس كتير بتيجي تسالني تقول انا غيرت زيت لكن ما اعرفش اصفر العداد ازاي. زي ما شايفين ان المكنه دي اللي هي ماشياه نفس اللي هو موجود في تريب واحد وفي تريب اتنين، يعني هنا تريب اتنين وهنا تريب واحد، نفس المسافه اللي هي ماشياها هي اللي موجوده في تريبات. طيب النهارده هنشرح ونقول لكم تريب واحد ايه لازمته وتريب اتنين ايه لازمته. طب يلا نبص مع بعض. طب اصفر العداد ده ازاي؟ هجيب مثلا ادي تريب واحد وهتك هنا دوسه طويله، هيصفر معايا بالشكل اللي احنا هنشوفه. طيب نرجع كده نتكه تكه تانيه، هيجي لنا تريب اتنين، لقينا ان لسه موجود الرقم. طب نرجع لتريب واحد، هنلاقي لان الرقم اتصفر. طيب ايه فايده ده؟ ايه فايده واحد؟ ايه فايده اتنين؟ طيب يلا نصفر برضو تريب اتنين، نتكه برضو دوسه طويله، كده تريب اتنين اتصفر وتريب واحد برضو اتصفر. طبعا يا جماعه هي المعلومه مش هتفيد ناس كتير، لكن برضو هتفيد ناس كتير، لان في ناس كتير تعرف المعلومه دي وبرضو في ناس كتير ما تعرفش المعلومه دي. فاحنا بنعمل الفيديو للناس اللي هي برضو ما عندهاش الدرايه الكامله بالموضوع تصفير العداد. طيب تريب واحد او تريب الاثنين يا جماعه استخدامهم واحد حسب الشخص نفسه، اللي هو يختار تريب واحد او اتنين. بمعنى ان انا مثلا غيرت الزيت، انا ماشي على الزيت على تريب اتنين، بعد ما اغير الزيت ادوس دوسه طويله اصفر العداد بالشكل ده. طبعا انا هغير الزيت على 500 او 700 او الرقم اللي انا همشي عليه على موضوع الزيت. بعد كده لو انا عايز انزل الزيت على 700، ساعه ما هيجي 700 هدوس دوسه طويله اصفر العداد سواء على اتنين او واحد. طيب واحد ايه الفايدة واحد واثنين؟ طبعا احنا قلنا ممكن نختار واحد او اثنين للزيت. طيب الثاني سواء اخترنا اثنين للزيت، طب واحد ان انا عاوز اقيس المسافة اللي انا مشيتها، او اشوف انا مشيت قد ايه مسافة بيني، انا رايح مشوار فعاوز اعرف المشوار ده استهلك معايا كام كيلو، فهجيب اصفر قبل ما اتحرك واحد اصفره بالشكل ده، ولما اروح اعرف ان المشوار استهلك معايا وقت قد ايه. طيب في معلومه ثانيه برضو نخلي بالنا منها. انا واحد صاحبي الم يكن خد مني البايك وقال لي انا رايح مشوار قريب جدا، ممكن فممكن اصفر ليه العداد، وبعد ما يمشي ولما يجي اعرف هو مشي كام كيلو بالظبط. يبقى احنا قلنا واحد واثنين، الاثنين وظيفتهم الاثنين واحد للزيت وواحد للمقياس الكيلو متر، وممكن اللي انا ادي المكنه لواحد صاحبي ولما يجي اعرف هو مشي قد ايه، لا اما انا اقيس المشوار اللي انا مشيته قد ايه. طبعا زي ما قلت حاليا دلوقتي انا امشي على تريب واحد صح؟ هتمشي واحد او اثنين، انت اختار انت بقى اللي انت تختاره انت. انا النهارده بختار مثلا واحد او اثنين، انا عاوز اخلي اثنين للزيت وخلي الواحد للايه؟ للمسافات. يبقى انا كده قدرت. طبعا لما انت قلت لي، لان كذا حد بيجي يسالني على الموضوع ده، فحبيت ان انا اعمل فيديو اللي انا افيد بيه الناس. وحبيبي ربنا يبارك لك. وبكده يا جماعه ده كان فيديو النهارده ليكم. لو عجبكم الفيديو ما تنساش الاشتراك واللايك.